هنعمل حلاوة المولد الفولية والسمسمية بطريقة بسيطة ومن غير تعقيد. نص كيلو سوداني من غير قشر ومن غير ملح، هنشوحه على النار عشان الرطوبة اللي فيه تطلع. وهنكون مجهزين صاج وفيه كيس تلاجة مدهون زيت، او الاحسن طبعا مفرش سيليكون. وفي طاسة على النار هنحط كوباية ونص سكر على نص كوباية مية، ومعلقة عسل جلوكوز، وعصرة ليمونة، وهنقلبهم مع بعض وهنسيبه لحد ما يتكرمل. واول ما يبتدي يتقل معانا بنجيب بولة فيها شوية مية ساقعة وبناخد نقطتين كراميل، ولو لسه بيمط بيشد زي الاستيك كده يبقى هو لسه مستواش، بنسيبه شوية. اول ما يتكسر معانا يبقى هو كده تمام استوى، بنطفي عليه. وهننزل بربع معلقة صغيرة كربوناتو، وهننزل عليه بالسوداني وهنقلبه مع بعض كويس. لازم نقلبه كويس علشان كل واحدة سوداني يكون عليها كراميل، عشان لو مش عليها كراميل هتبقى سايبة من بعضها. وفي الصاج بعد ما حطينا كيس ودهنا زيت هننزل بالفولية وهنفردها كويس، ولازم نفرده بسرعة علشان قبل ما يبرد. وبعد ما فردناها بالسمك اللي احنا عايزينه بسكينة مدهونة زيت وبنقطعها بالحجم اللي احنا عايزينه. وهنعمل السمسمية نص كيلو سمسم وهنشوحه في الطاسة على النار علشان يطلع الرطوبة اللي فيه. وهنعمل الكراميل بنفس الخطوات اللي عملناها قبل كده وبنفس المقادير اللي عملناها قبل كده في الفول السوداني. وهننزل بالسمسم على الكراميل وهنقلبه كويس. وهننزل بالسمسم في الصينية فيها زيت، وهنا انا فردته على في مفرش سيليكون دهنته زيت لقيته اسهل وما بيلزقش فيه ابدا مش زي الاكياس. وهنفرده كويس وهنقطعه وهو سخن عشان ما ينشفش معانا. وبعد ما بردت حطيناها في طبق التقديم وطالعة معانا مقرمشة جدا واوفر بكتير من الجاهزة. واللي هيجربها مش هيجيبها ابدا من بره ولا جاهزة تاني، هيعملها في البيت بنفس الطريقة، سهلة وبسيطة ومبتاخدش وقت خالص. اللي عايز المقادير مكتوبة هتلاقوها على اليوتيوب، اللينك على صفحتي.